ازاي حارس بنفيكا يسيب مرماه ويسجل في ريال مدريد هدف قاتل في اخر ثانيه؟ لو انت يا ابو الكباتن فاكر انك شفت كل حاجه في الكوره، يبقى تسمح لي اقول لك ان الماتش ده ما عداش عليك. دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد بيلاعب بنفيكا، ماتش يا ابو الكباتن مجنون وفي بطوله مجنونه. اللي حصل في اخر الماتش ده جنون حرفيا. بنفيكا باداء جيد ومدربهم السبيشال 1 جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق صعبوا المهمه جدا على ريال مدريد، قرفوا ريال مدريد. كيليان امبابي يا عيني هو الوحيد اللي بيحاول، وكالعاده بيتالق وبيحاول ان هو يشيل الفريق، اداء خرافي وبيسجل هدفين. وفجاه ريال مدريد بيلعب ناقص في اخر الدقايق، طرد اسينسيو وطرد رودريجو. يا جدعان هي ناقصه. اما الدقيقه 94 والنتيجه 3-2 لبنفيكا، وبكده بنفيكا بره الملحق اصلا بفارق هدف واحد بس. والجمهور يا ابو الكباتن كله ساكت والملعب كله واقف والكل مستني الحكم يصفر خلاص. لكن كان في شخص واحد هو اللي قال لا. حارس بنفيكا بيسيب مرماه وبيطلع في الفاول، وفجاه ابو الكباتن رأسيه وارتقاء وتوجيه عالمي، الكرة في الشبكة في مرمى مين؟ كورتوا اللي اخطبوط. يا جدع والله ده الحارس سجل احسن من مليون مهاجم، وبيدخل فريقه الملحق، وريال مدريد هو كمان دخل الملحق. وان شاء الله هيتعمل قرعة يوم الجمعة اللي جاية وهنعرف ريال مدريد هيلاعب مين بالظبط. وعلشان كده بنقول ان كرة القدم اكتر لعبة مجنونة في العالم.